بص لي هنا. ايوه انت وراك مذاكره او شغل ومأجله دلوقتي وقاعد ماسك الموبايل وبتتفرج عليا دلوقتي، ما تتفاجئش، انا مش مخاوي، بس انت واقع في اقدم لعبه ملعونه في تاريخ البشر، التسويف. فاكر لما قررت تبدأ المذاكرة الساعة 4 وجت 4 و5، فعقلك أقنعك إن ال5 دقايق دول هم اللي بوظوا اليوم كله وعليها العوض ومنه العوض، ونبدأ بقى من بكرة على نظافة؟ ولا فاكر ليلة الامتحان لما قعدت لغاية الساعة 3 الفجر سهران بتتفرج على ريلز وسبت المنهج يولع لوحده؟ لو عايز تشوف حل حقيقي للأزمة دي وتعرف إزاي تسيطر على دماغك، ركز معايا في اللي جاي وتعالى نفتح الكتالوج سوا. بص يا سيدي، العلم بيقول ان دماغك مش حتة واحدة، دي ساحة معركة ما بين طرفين بقوانين مختلفة تماما. الطرف الأول القشرة الجبهية الأمامية، وهنسميها المايسترو. ده الجزء المتطور اللي بيفكر في المستقبل وعايزك تنجح وتبني حياتك وتتخرج وتتجوز. الطرف التاني بقى الجهاز الحوفي، وهنسميه المندفع. ده عايش معانا من ايام انسان الكهف، ما بيفهمش يعني ايه مستقبل، يعني ايه تارجت في شركه لازم احققه، يعني ايه امتحان بعد اسبوع لازم اذاكر ليه. ماشي بمبدأ اكل ومرعى وقله صنع، متبرمج على حاجتين وبس: المتعه اللحظيه والبقاء. لما بتيجي تعمل مهمه تقيله ومحتاجه تركيز، المندفع بيشوفها خطر ونكد، فيروح للمايسترو ويقول له: فكك بقى يا عم من الوجع ده، تعالى نتفرج على ريلز كده، او نتفرج على مسلسل رايا وسكينه، او تعالى نطلب اوردر بيتزا. هنا الصدمه: التسويف مش مشكله اداره وقت، التسويف مشكله اداره مشاعر. انت بتهرب من الزهق او القلق اللي المذاكره والشغل بيسببهولك، والمندفع بيسهل لك باب الهروب. طيب ليه الهروب سهل كده؟ عشان ماده اسمها الدوبامين، ده ناقل عصبي مسؤول عن التوقع والتحفيز. زمان عشان تاخد دوبامين كان لازم تتعب وتبذل مجهود، زي انك تصطاد غزاله مثلا او تزرع ارض. بس دلوقتي انت بتاخد دوبامين رخيص ومجاني مع كل هروبه بتهربها من مسؤولياتك وتروح السوشيال ميديا او تروح تعمل حاجه تانية. دماغك لما بيجي يقارن ما بين مذاكره صعبه ومكافئتها لسه بعد كام شهر لما النتيجه تظهر، ولا فرجتك على فيديو ريلز وهتنبسط دلوقتي، تفتكر المندفع هيختار ايه؟ المشكله بقى ان الدوبامين الرخيص ده بيعمل حاله من التخدير الرقمي، بيخلي اي مهمه محتاجه تركيز تبان انها مهمه ممله ودمها تقيل عليك، فتكسل وتسوف تاني. العلماء صنفوا الناس اللي بتسوف ل6 انواع، انا هقولهم دلوقتي وعايزاك تنزل في الكومنت حالا تكتب لي انت انهي واحد فيهم، وريني شجاعتك من غير كده. اول واحد فيهم هو المثالي، اللي بيقول يعمل الحاجه بنسبه 100% بدون اي غلطه، يا اما ما اعملهاش خالص، فيفضل يأجل لانه خايف ان النتيجه تطلع مش مبهره والناس تقول عليه ان هو مش حلو او حاجته مش كويسه. تاني واحد فيهم صانع الازمات، ده بقى اللي ما بيعرفش يشتغل او يذاكر غير والسكينه تحت رقبته، بيبقى قدامه اسبوع على الامتحان ويزنق نفسه ليله الامتحان ويذاكر ويقول يا ريتني كنت استغليت الاسبوع، او يبقى قدامه تاسك كبير قوي ويبقى قدامه فتره كبيره جدا ويزنق نفسه على اخر لحظه. ده بالذات اعمل له منشن في الكومنت وافضحه. تالت واحد فيهم الحالم، ده البروفيسور في التخطيط، يشتري نوت بوك وماركر وحاجات كتير قوي ويعمل جدول ويخطط ويوزع المذاكره ويوزع الشغل، وفي الاخر ما بيعملش حاجه. رابع واحد فيهم القلقان، وده بقى بيخاف من الفشل والتغيير، فيفضل في مكانه محلك سر عشان يحمي نفسه من المجهول. خامس واحد فيهم المتحدي، ده بقى بيحس ان المذاكره والشغل قيود عليه من المجتمع والناس فيأجلها كنوع من انواع التمرد الصامت. سادس واحد فيهم بقى وهو المفرط في العمل، ده بقى اللي بياخد مهام فوق طاقته وما بيعرفش يقول لا، فالنتيجه انه ما بيقدرش يعمل اي حاجه بسبب الضغط النفسي. قول لي بقى انت مين من الستة؟ طيب طالما الجزء المندفع صايع وبيكسب بالدوبامين، احنا مش هنلعب معاه لعبة تقليدي. مش هقولك هنا اعمل تايمر ونظم وقتك، المندفع ما بيتهدش بالتايمر. احنا هنستخدم حيل نفسية من كتالوج اللعبة عشان نغفله ونخليه يشتغل غصب عنه. الاولى الملل المتعمد، لما تلاقي نفسك بتسوف قول لدماغك خلاص يا معلم مش هنشتغل ومش هنذاكر، بس قصاد كده هنقعد على الكرسي ده لمدة 10 دقايق بدون حركة بدون اغاني بدون موبايل. عارف ايه اللي هيحصل؟ المندفع بيكره الملل جدا، وفي ظرف 4 دقايق بالظبط هتلاقيه هو اللي بيتحايل عليك ويقولك قوم نعمل اي حاجه، المذاكره ارحم بكتير من القعده دي. انت هنا بتجبره يختار الشغل عشان يهرب من الملل. الحيله التانيه تقليل الاحتكاك، الجزء المندفع بطبعه كسول، فلما يلاقي الموبايل جنبك هيسوحك وفي خلال ثواني هتلاقي نفسك ماسك الموبايل. لكن لما تحط الموبايل في اوضه تانية وتصعب الوصول ليه هيستسلم للامر ومش هيفكر ان هو يروح يجيب الموبايل من الاوضه التانية ويكمل الشغل اللي قدامه. الحيله الثالثه سامح نفسك على الوقت اللي ضاع في التسويف وابدأ من دلوقتي. العلماء اكتشفوا ان الناس اللي بتجلد نفسها وتندم على الوقت اللي ضاع في التسويف بيسوفوا اكتر في المرة اللي بعديها،
ليه؟ لأن جلد الذات بيعمل ضغط نفسي وقلق، والجزء المندفع عشان يهرب من الضغط والقلق ده بيروح للتسويف عشان يبسط نفسه. في النهاية التسويف مش عيب في شخصيتك، ده سوء إدارة لمشاعرك. ابدأ دلوقتي مش بكرة ولا بعد 5 دقايق. لو الفيديو ده عجبك اعمل لايك واشتراك في القناة وشيره لاصحابك، وقول لنا في الكومنت انت مين من ال6 دول. انا بسمع عدل وده كتالوج اللعبة. سلام.